في شمال إيران في مدينة اسمها طوس سنة 721 ميلادي اتولد واحد من أعظم علماء التاريخ الإسلامي، جابر ابن حيان. من وهو صغير كان عنده فضول مش طبيعي، دايما بيسأل، دايما عايز يعرف ازاي الحاجات بتشتغل، بيحب يجرب بنفسه. الفضول ده هو اللي خلاه يبقى جزء مهم من السلسلة اللي بنقدمها على القناة، هي سلسلة من الشرق للغرب، العرب رواد الحضارة، واللي هدفها ان احنا نوري الناس ازاي العلماء العرب ساهموا بشكل كبير جدا في تأسيس العلوم اللي أوروبا اعتمدت عليها بعد كده. جابر بن حيان ما كانش مجرد كيميائي، هو كان صيدلي، مهندس، رياضي، وفيلسوف. دماغه كانت شغالة على كل المجالات، وبيحب يحلل ويجرب ويكتب كل حاجة بيشوفها أو بيعملها بنفسه. في الزمن ده ما كانش فيه أي معامل مجهزة أو أدوات يقدر يستخدمها، كل حاجة كان بيصنعها بنفسه، من أجهزة التقطير للتكرير للتحليل الكيميائي، وحتى كمان أوعية المعامل الأساسية اللي اتعمل منها نسخ محسنة دلوقتي موجودة في أي معمل. كتب جابر أكتر من 300 كتاب ومخطوطة، أغلبها عن الكيمياء والصيدلة والتحليل العلمي وكمان الفلسفة الطبيعية وحتى الفلك والرياضة. من أهم مؤلفاته كتاب الكيمياء، وده شرح فيه طرق التقطير وإزاي استخدام السوائل في صناعة الأحماض والمواد الكيميائية المختلفة. وكمان كتاب الروائح والزيوت العطرية اللي استخدمه الصيادلة لتحضير أدوات والعطور الطبيعية. وكمان كتاب التحضيرات الكيميائية، وده فيه طرق معالجة المعادن وتحويل المواد بطرق علمية دقيقة. وفي كمان كتاب الصيدلة والصناعات الدوائية اللي شرح فيه وصفات وأدوية استخدمها الناس في عصره وما زالت بتستخدم لغاية دلوقتي. جابر بن حيان كان أول واحد فعليا يعتمد على التجربة العلمية، أي نتيجة لازم تتجرب عشان يتأكد منها قبل ما تعتمد، وده اللي بقى أساس المنهج العلمي في أوروبا اللي استعملته بعد كده، وكان سبب كبير إن أوروبا استفادت من علوم العرب في العصور الوسطى. من أهم أدواته المميزة أجهزة التقطير، ودي اللي استخدموها لاستخراج الزيوت والأحماض، والأوعية الزجاجية المختلفة، وده للتحليل والتكرير، وكمان طرق تصنيع أحماض مهمة زي حمض الكبريتيك وحمض النيتريك. جابر بن حيان ما اكتفاش بالعلم لنفسه، لكنه كان بيعلم الطلبة وبيشجعهم على الاكتشاف طول الوقت، ودايما كان بيقول إن مفيش نتيجة من غير تجربة، وده اللي خلى علمه يعيش لغاية دلوقتي ويأثر على حضارة كاملة. أوروبا لما ترجمت كتبه للاتينية بدأت تتعلم من خبراته، وكل التجارب الكيميائية الحديثة متأثرة بيه بشكل مباشر. جابر بن حيان كمان كان متعدد المجالات، زي ما قلنا في الصيدلة صنع وصفات أدوية فعالة، في الهندسة والرياضيات كان بيحل مسائل معقدة وبيطبق أفكار جديدة، درس المعادن والسبائك، وحاول كمان إن هو يحلل المواد ويحولها بطرق علمية دقيقة، وده أثر على الصناعات الأوروبية بعد كده. جابر بن حيان مش مجرد عالم، ده رائد للعلم التجريبي ومؤسس الكيمياء الحديثة. أي تجربة كيمياء، أي عملية تقطير، أي عملية تحليل في أي معمل، أصلها بيرجع مباشرة لاكتشافاته وطريقته. لو فكرنا في تأثيره على العالم هنلاقي إن أوروبا اعتمدت على كتبه لترجمة الكيمياء، والطرق اللي ابتكرها ساعدت في بناء الكيمياء الحديثة والصيدلة والعلوم الطبيعية، وكان الأب الحقيقي للتجربة العلمية المنظمة. جابر بن حيان مش مجرد اسم في كتب التاريخ، ده كان رائد للعلم التجريبي، وأول من أسس الكيمياء الحديثة، واللي لسه العالم كله بيتأثر بيها لغاية النهاردة. قصته بتعلمنا إن الفضول والبحث العلمي المستمر هم اللي بيخلوا أي علم يعيش ويكبر، وإن الإرث العلمي ممكن يتعدى حدود المكان والزمن. لو حابب تعرف أكتر عن علماء العرب اللي أثروا في الحضارة العالمية قبل أوروبا، اشترك في القناة، والرحلة لسه طويلة وغنية بحكايات العلمية اللي هتخليك تشوف التاريخ بعين مختلفة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.